طيب احنا قلنا لازم يبقى عندنا امل. طب ايه هو السبب ان انا يبقى عندي امل؟ يعني ليه؟ يعني لان انت حتى لو يئست مش هتعمل حاجة. يعني انت لو واحد يئس وقلت خلاص انا كده كده مهما عملت مش هوصل لحاجة، انا كده كده فاشل، انا كده كده مش هنجح، طيب انت كده كده يعني هتبقى نهايتك ايه؟ ان انت ما عملتش حاجة، فمش هتعمل حاجة، فانت نتيجتك مش هتتغير، انت واصل لنفس النتيجة ان انت مفيش فعل، مفيش نتيجة واصل لها، مفيش. طيب لو انت حاولت، يعني انت لو حاولت ان انت يعني تذاكر، حاولت ان انت تقدم على وظيفة، حاولت ان انت تعمل اي حاجة، تنزل تتمرن، يبقى عندك امل مثلا ان انت هتنجح، يبقى عندك امل ان انا هعمل حاجة وهتنفع، ان انا ان شاء الله نازل مشوار وهعرف اخلص المصلحة اللي انا نازل ليها. على الاقل يبقى انت حاولت، انت قدام نفسك لا انا حاولت. النتيجة دي بقى ايه؟ بتاعت ربنا، النتيجة بتاعت ربنا، بس انت قدام نفسك انا حاولت، انا نزلت. طب لو انت نزلت وحاولت وذاكرت وفي الاخر ما طلعتش بأي نتيجة، وقلت لي ايه ده مجهودي كل ده هيقع في الارض، كل ده خلاص هيروح؟ لا مش هيروح، لان مجهودك ده موجود عند ربنا، فهو محسوب عند ربنا. ربنا ما بيضيعش عنده اي حاجة، فاي حاجة انت بتبذلها واي جهد انت بتعمله ربنا هيكافئك عليه. ممكن ما يكافئكش عليه ان انت مثلا المصلحة اللي انت رايح لها تحصل، ومثلا لو عندك مشوار تتوفق فيه، بس ممكن ربنا، او مثلا ما نجحتش، او مثلا وظيفة واترفضت فيها، ممكن ربنا يوفقك في حاجة تانية، يوفقك في صحتك، يمنع عنك ضرر، يبقى مثلا كانت مصيبة هتقع عليك وربنا يشيلها من عندك، ناس مش كويسة ربنا يبعدهم عنك، مثلا صحتك، مثلا ربنا يرزقك بفلوس من اي حاجة انت مش متوقعها، ربنا يرزقك ان انت تتوفق في مصلحة تانية انت اصلا ما كنتش عامل حسابها، هيجيلك توفيق وجهدك ده هيتردلك بأي طريقة. طيب لو انت فضلت يائس، ربنا، طب ربنا هيحاسبك على ايه وهيجازيك على ايه؟ يعني هيرد لك مجهودك ده في ايه؟ ما انت واحد اصلا ما بذلتش اي مجهود، انت واحد اصلا يائس والشيطان سيطر على دماغك وقال لك اقعد، انت كده كده مش هيحصل اي حاجه، اقعد. طب ما انت كده هي النتيجه، ما انت ما وصلتش لحاجه. لا، يبقى انا ابذل مجهود حتى لو ما لقيتش ان في نتيجه حصلت، ربنا هيجازيني على المجهود ده في حاجه تانية انا ما كنتش اتوقعها. هتلاقي ربنا فتح عليك من حيث لا تحتسب، هتلاقي في حاجه حصلت لك حلوه انت مش متخيلها ان هي ممكن تحصل لك اصلا. فيبقى تعمل ولا ما تعملش؟ لا اعمل. فلازم يبقى عندك امل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بشروا ولا تنفروا، يعني دايما بشروا، دايما قولوا ان شاء الله هيحصل، ان شاء الله الخير جاي. اما التنفير اللي هو بقى من الشيطان، هروح هلاقي محل قافل، همشي هلاقي الطريق كله مطر وهزحلق. طب خلاص، احنا لو قفلنا حياتنا بهذه الطريقة السوداوية يبقى خلاص بقى الانسان يروح يموت. مفيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها أمل، في حاجة اسمها إن الأرزاق بإيد ربنا، في حاجة اسمها إن الكون كله بإيد ربنا. ابذل مجهود وادعي. اللي انت ما توفقتش فيه ده ممكن يكون ربنا مش كاتبهولك انت، يعني ممكن يكون ربنا مش كاتبهولك وشايل لك خير في حتة تانية. لا انا بصي، انا حياتي كلها سودة ومهما حاولت ما بوصلش لحاجة. لا، مفيش حاجة اسمها الحياة كلها سودة. تعال نشوف حياة الأنبياء. الرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا أيوب عليه السلام، ويعني أمثلة كتيرة جدا من الرسل، إن إزاي إن كانوا أهلهم والقوم اللي عايشين معاهم بيعاملوهم معاملة وحشة وبيشتموهم وبيحاولوا يأذوهم سواء لفظيا أو جسديا، وبيتهموهم بالجنون وبيحاولوا يقتلوهم. ورغم ذلك كانت محاولتهم وسعيهم ان هم ينشروا الدين وان هم يأدوا رسالتهم اللي ربنا خلقهم ليها، ان هم ينشروا الدين ويعلموا الناس ويبعدوهم عن الجهل ويعلموهم ايه الصح. دي كانت مهمة شاقة. ورغم ان كان في الاول بيبقى نسبة قليلة قوي اللي مصدقينهم وكده، كانوا ممكن يستسلموا، لا بس هم لا، انا بعمل اللي عليا، النتيجة دي مش بتاعتي، النتيجة دي بتاعت ربنا. اعمل اللي عليك، النتيجة بتاعت ربنا، جهدك مش هيروح في الأرض. الشيطان هو اللي عايز يخليك متخاذل، الشيطان اللي عايز يسود لك الدنيا. أكني مثلا
ان الشيطان هو اللي بايديه العالم، او انت اللي بايديك العالم، او الانسان الوحش اللي هو مثلا اذاك، او الانسان اللي مش كويس اللي هو مثلا عطل عنك مصلحة، ان هو اللي في ايديه العالم وهو اللي منع عنك الخير. لا، مش هو اللي منع عنك الخير، دي إرادة ربنا. دي إرادة ربنا ان انت ما تتوفقش في موضوع ما، او وظيفة ما، او ما تنجحش، او يحصل لك مشكلة اجتماعية. دي إرادة ربنا وليها يعني ربنا عامل لك منها حكمة. انت ممكن ما تكونش مدرك الحكمة دلوقتي، بس ممكن بعدين تشوف ان في حكمة. ربنا ممكن يكون عايز يقربك ليه اكتر، ان انت تقوي علاقتك بربنا. ربنا بيختبر ايمانك. ممكن ربنا باذن الله في الجنة هيرفع درجاتك باذن الله في الاخر، ربنا يفتحها عليك من حيث لا تحتسب. فبلاش فكرة ان انا هقعد ومش هعمل اي حاجة، لان ده الشيطان مستولي على دماغي. وعايزين نتذكر الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعني ما فيش حد بييأس من روح ربنا، يعني إلا حد يعني خلاص مش كافر بقى، هو كافر بكل حاجة، ما فيش أي حاجة. طب ليه توصل نفسك لهذه المرحلة من الضياع والبهتان؟ يعني ليه توصل نفسك للضياع ده؟ ليه انت عايز تهلك نفسك؟ انت كده بتودي نفسك الى التهلكة. لا، اعمل يا سيدي، وجت ما جاتش كفاية ان انت قدام نفسك انا عملت. ما تقولش يا ريتني، ده انا يا ريتني كنت عملت، كانت ممكن تيجي معايا. لا، قدام نفسي انا الحمد لله عملت اللي عليا، بس ربنا ما وفقنيش، ربنا يكرمني بقى، خلاص سيبها بقى على ربنا بقى. وربنا قال في حديث قدسي برضو: انا عند حسن ظن عبدي بي. يعني انت لو ظنيت بربنا حلو هيديك حلو، لان انت عندك امل وبتتبع الدين. الدين كله امل، الدين كله بيحس عن العمل. اقرأ، اعمل، يعني دايما الدين اعمل اللي عليك، والنتيجة بقى دي بتاعت ربنا مش بتاعتك انت. فاليأس من الشيطان، اليأس من الشيطان، ومش هيوصلك لحاجة، مش هيوصلك لحاجة.